الرقبة وحزام الظهر ينفع تلبسهم لو عندك انزلاق غضروفي؟ تعالوا نشوف الإجابة بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من نصايح في دقايق. معاكم الدكتور عمرو عياد، استشاري العلاج الطبيعي بالولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن استخدام الرقبة أو حزام الظهر في علاج الانزلاق الغضروفي، وهل الرقبة أو حزام الظهر فعلا بيعالجوا الانزلاق الغضروفي؟ قبل ما نبدأ كلام أتمنى تعملوا سبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد في عالم العلاج الطبيعي وأحدث العلاجات الغير جراحية لمشاكل العمود الفقري والمفاصل والخشونة والإصابات الرياضية. موضوع الرقبة وحزام الظهر من المشاكل الكتير اللي أنا بقابلها لما بلاقي مرضى كتير داخلين ليوم الكشف. المريض ده لابس رقبة أو لابس حزام ظهر، وغالبا بسأل المريض بيقول لي أنا لابسهم بقالي فترة. تعالوا نفهم الرقبة وحزام الظهر بيعملوا إيه، وهل فعلا هم بيساعدوا في العلاج، ولا هل ليهم ضرر، هل ليهم منافع؟ طب هل اضرارهم اكتر من منافعهم؟ اسئله كتير مهمه لازم نجاوب عنها النهارده عشان نصحح مفهوم خاطئ كبير موجود للناس اللي عندهم مشاكل في الانزلاق الغضروفي. العقل والمنطق بيقولوا ان انا لما بلبس رقبه لو عندي انزلاق غضروفي، او بلبس حزام ظهر لو عندي انزلاق غضروفي، ان انا همسك المنطقه دي هتمنعني من الحركه، ان انا احرك رقبتي حركات معينه او احرك ظهري حركات معينه، وبالتالي الألم هيخف. طيب تعالوا بقى نتكلم الكلام العلمي اللي هو برضو منطقي. الرقبة مثلا على سبيل المثال، حد عنده انزلاق غضروفي في الرقبة، لبس الرقبة في عضلات بتدعم الرقبة وماسكة العمود الفقري من ناحية الرقبة. العضلات دي أصلا بيكون فيها ضعف نتيجة الانزلاق الغضروفي، والجسم ذكي. لما بتيجي تلبس الرقبة الجسم بيقول الله، ده في حد بيعمل الشغل بتاعي، انا اتعب نفسي ليه؟ تقوم العضلة ترخي وتضعف اكتر. فتلاقي كتير جدا لما بتلبس الرقبة بتستريح وانت لابسها، اول ما تقلعها تلاقي الوجع عندك اكتر بكتير، وفي مرضى كتير يقولك بحس ان رقبتي سايبه. ده اذا اصلا من الاول حسيت بتحسن. نفس الموضوع حزام الظهر، اللي بيتعود انه يلبس حزام الظهر خاصه لفترات طويله معتقد ان هو كده بيحمي نفسه، هو كده برضو بيضعف عضلات العمود الفقري اللي بتدعم الفقرات القطنيه لو بنتكلم على اسفل الظهر. وبالتالي لما تلبس الحزام العضلات دي بتضعف وبترخي اكتر ما هي اصلا ضعيفه، والضغط يزيد على الغضروف، فالمشكله تزداد سوء. الابحاث الحديثه عالميا وفي الولايات المتحده الامريكيه اثبتت ان لبس الرقبه او حزام الظهر ضرره اكتر من نفعه، حتى وان كان مؤقتا ممكن ينفع انه يريح المريض شويه، لكن على المدى البعيد ليه اضرار. لذلك انا بنصح كل مريض عنده انزلاق غضروفي ما يمشيش ورا كلام اي حد يقول له انا لبست رقبه اشتري رقبه هتريحك. وطبعا في بعض الاطباء من تخصصات مختلفه بيكتب الرقبه او حزام الظهر للمريض، وطبعا زي ما دايما بنقول ان الفيديوهات اللي بنعملها دي بغرض تعليمي وليست بديل عن استشاره الطبيب. ولكن استخدام الرقبه لو هنستخدمه يكون في الحالات الحادة جدا، اللي هو أقل حركة بتعمل عندي تنميل أو تسميع، وبلبسها فقط لفترة قصيرة، لأن الهدف عندي إن أنا أقوي العضلات اللي بتدعم العمود الفقري علشان أشيل الحمل من على الغضروف المنزلق ده أوزعه على العضلات. لكن أنا لو فضلت لابس الرقبة دي فترة طويلة العضلات دي هتضعف أكتر، والانزلاق ده مش هيتعالج، وحتى لو حسيت براحة مؤقتة على المدى البعيد هيكون في ضرر. فده يعني خلاصة الكلام على الرقبة وحزام الظهر. أنا شخصيا ما بنصحش أي حد من المرضى اللي بيجوا يتعالجوا عندي إن هو يلبس رقبة أو حزام ظهر. أنا بنصحه إن إحنا ننتظم في جلسات العلاج الطبيعي السليم والمتكامل، واللي اتكلمنا على البرنامج ده طبعا الخاص بالانزلاق الغضروفي، وهنحط لكم الرابط في الديسكريبشن تحت، ونبتدي نقوي العضلات دي بطريقة علاجية تحت إشراف دكتور علاج طبيعي متخصص في علاج مشاكل العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، وإن شاء الله هو ده اللي بيوصلنا لنتيجة كويسة. لكن إن احنا نعتمد على لبس الرقبة أو حزام الظهر طول الوقت ده بالتأكيد على المدى البعيد هيعمل لنا مشاكل. من أضرار استخدام الرقبة أو حزام الظهر لو هنتكلم على الرقبة بالذات، إن هي بتضغط لي على الأوعية الدموية اللي ممكن ترفع لي الضغط، وممكن تزود لي الضغط في المخ، وممكن تعمل لي
تيبس في العضلات اكتر وتعمل لي ضعف في العضلات اكتر. فحقيقي هي اضرارها اكتر من منافعها. طبعا انا بتكلم هنا على الانزلاق الغضروفي. في طبعا مشاكل في العمود الفقري اخرى طبيب العظام بيوصف الرقبة خاصة في حالات الإصابات أو حالات الكسور أو حالات ما شابه ذلك، أو بعد عمليات معينة الدكتور مش عايز المريض يتحرك. في الحالة دي طبعا احنا بنتبع نصائح الطبيب. لكن لو هنتكلم على حد عنده انزلاق غضروفي خاصة الحالات المزمنة اللي هو ما عندوش وجع جامد او تسميع جامد لما بيتحرك حركة صغيرة، المريض ده لو لبس رقبة او حزام ظهر بالتأكيد ضرر هيكون اكتر من نفع. نصيحتي ليكم النهاردة ما نلبسش رقبة ولا حزام ظهر الا في الحالات اللي احنا اتكلمنا فيها. لكن معظم مرضى الانزلاق الغضروفي محتاجين ان هم ياخدوا العلاج الدوائي اللي وصفه الطبيب. تغيير نمط الحياة والعلاج الطبيعي السليم والمتكامل هو اساس علاج مشكلة الانزلاق الغضروفي. ارجو الحلقة تعجبكم واعملوا سبسكرايب للصفحة ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا.